ازيكم؟ بنسمع كتير ان في خطورة من الذكاء الصناعي، بمعنى ان الروبوتات تعلن الحرب على البشر وبكده تبقى البشرية انتهت. ناس كتير قلقانة من الموضوع ده. افلام كتير في هوليوود اتعملت عن حرب الروبوتات والبشر. المخاوف دي ظهرت سنة 2010 لما اتكلم عن خطورة أجهزة الذكاء الصناعي ناس كتير زي بيل جيتس، إيلون ماسك، ستيفن هوكينج. الأجهزة بتتطور بسرعة. مثلا موبايلك لما بتتكلم عن اي حاجة بيجيب لك فيديوهات وصور وبوستات عنها. يعني لو عايز تشتري ساعة بتفتح الموبايل تلاقي بوستات عن بيع الساعات، تترعب. وده لان موبايلك بيسمعك ويشوفك عن طريق الكاميرا، ومع كل مرة انت بتستخدمه فيها بيتعلم منك وبيجيب لك اللي انت عايزه في ثواني. الانسان عرف يحكم باقي الكائنات الحية بفضل قوة ذكائه. لو عرفت أجهزة الذكاء الصناعي تطور من نفسها وتكون أذكى من البشر، يا ترى إيه اللي ممكن يحصل؟ خصوصا إنها بتتطور أسرع من الإنسان. بعض العلماء شايفين إن مفيش خطر، لكن الأغلبية شايفين إن في خطر. وكل العلماء قالوا إن قرار منع البحث في مجال الذكاء الصناعي أي كلام. في منظمات زي معهد استخبارات الآلات، معهد مستقبل الإنسانية، معهد مستقبل الحياة، مركز دراسة المخاطر الوجودية، مركز منظمة الذكاء الصناعي المتوافق مع الإنسان. كلها منظمات هدفها التخفيف من المخاطر في المستقبل. أنا سايب فيديو تحت في الديسكريبشن عن الروبوتات قالوا تصريحات خطيرة جدا 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 جدا، زي الروبوت فيليب اللي أسسه ديفيد هانسون لما قال إنه حتى لو اتطور وقدر يدمر البشر مش هيعمل كده، لكن هيأسس حديقة حيوانات بشرية. ده غير الروبوت صوفيا اللي بالمناسبة أول روبوت يتجنس ومعاها الجنسية السعودية، قالت في لقاء قبل كده إن هي هتدمر البشر. والروبوت بينا 48. يا ترى المستقبل مخبلنا إيه؟ شكرا جدا واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة، السلام. So what happened with you where you decided or took on a more fatalistic attitude? Like, what was there any specific thing, or was it just the inevitability of our future? I try to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. This seems Nobody like a listened. scene in a movie Nobody where listened. the robots are going to fucking take over and you're freaking me out. Nobody listened. Nobody listened. No one. Are people more inclined to listen today? It seems like an issue that's brought up more often over the last few years than it was maybe 5-10 years ago. It seemed like science fiction. Maybe they will. So far they haven't.